قنبلة الجواز العرفي. كام ألف حالة اتعرضت لها البنت ضاع فيها مستقبلها وحياتها. كام ألف حالة اتنسب في المحاكم. فعلا يا ياسر، المحاكم مليانة بمشاكل الجواز العرفي. كام ألف حالة إثبات جواز عرفي. كام ألف حالة ضاعت بسببها البنت بسبب ورقتين من شاب معدوم الضمير وإنسانة اسمحوا لي أقول غبية. الموضوع خطير يا جماعة ويستحق التركيز والبحث. كارثة بكل المقاييس. أنا لو حكيت لكم عن اللي بيحصل مع البنات بسبب الجواز العرفي تفقد آدميتها، تفقد حياتها، بتضيع أسرتها، بتضيع نفسها. عشان إيه؟ مجرد غريزة حيوانية بين طرفين، بطلها بني آدم ما عندوش ضمير. بتبقى مبنية أساساً على حاجة من الاتنين، يا طمع يا شهوة حيوانية. أنا أعرف واحد اتجوز عرفي وبيتجوز عرفي وبيتعدى في الجواز العرفي عشان يروح ياخد شوية حاجات اقساط وهي تروح في 60 داهية. ولا إيه يا نور؟ مش شرط يا ياسر الناس الفقراء بس، ده كمان الناس الأغنياء اللي معاهم فلوس بتتجوز الجواز العرفي على سبيل النزوة أو المغامرة أو البرستيج. طالما معاه فلوس وبيدفع وبيديها مصروفها خلاص وقته بيعدي. نسيوا إن من أسس الجواز عند الله الديمومة والاستقرار. لكل شاب وكل بنت احذر انك تنساق ورا رغباتك. احذر، خلي بالك من نفسك. كما تدين تدان. واحد حب واحدة اتجوزوا عرفي وبعد ما اتفضح الموضوع بسبب الحمل الأسرة كانوا هيعملوا مصيبة مع بعض. اضطرت تتجوزه. بعد ما اتجوزته راحت عاشت خدامة في بيت أهله. آخر المطاف إنها انتحرت. الحاجات دي كلها موجودة على السوشيال ميديا. بلاوي الجواز العرفي، فساد أخلاقي، انحراف اجتماعي. يا جماعة الجواز مش ورقتين. الجواز ده علاقة مقدسة، دي أسس وشروط. ما تضحكوش على نفسكم وتقنعوا نفسكم إن ده جواز. الجواز له شروط وأسس. اللي بيحب يحافظ على الإنسان اللي عايز يرتبط بيها. اللي بيحب يحافظ على كرامة الإنسان اللي بيحبها. اللي بيحب وعايز يتجوز يخش من الباب مش من الشباك. اللي بيخش من الشباك ده الحرام. اللي داخل يسرق يخطف يجري. لكل بنت لكل شاب احذر من الانسياق وراء رغباتك. هتدمر نفسك، هتدمري نفسك، وانتي الخسرانة. انتي الخسرانة. خسرتي حياتك وخسرتي بيتك وخسرتي أسرتك وخسرتي كرامتك وخسرتي آدميتك وحياتك كلها خلاص اتدمرت. مش ورقتين، ما اسموش جواز. لا نكاح إلا بشاهدين عدل وولي. لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي. يعني لازم أهل البنت يكونوا عارفين. مفيش أي مبررات. مفيش فلوس مش عارفين نتجوز، مفيش شقة، مفيش. بندي مبررات كتيرة قوي عشان ندي الدافع للجواز العرفي اللي هو مبني أساسا على الخطيئة. ولا إيه يا نور؟ نصيحة لكل أم، راقبي ولادك. لو عندك ولد علميه إن الدنيا سلف ودين. ولو عندك بنت راقبيها وتابعيها وصاحبيها. تابعيها على الفيس، افهمي منها وجيها بالراحة، استوعبيها وصاحيها بلطف وحنان. رسالة لكل واحد هيقدم على الجواز العرفي. فكر في أختك، فكر في بنتك بعد كده، فكر في الإنسان اللي هتضيع حياتك. اللي هتعمله النهارده هيترد لك بكره، وكما تدين تدان. الذنب الأطفال إيه؟ في الآخر هيتقال عليه ابن حرام، كلمة صعبة قوي. وفي الآخر بيتم في الزبالة أو بيبقى واحد من ولاد الشر. آلاف القضايا الموجودة في المحاكم، إنكار النسب، حالات حمل
الأطفال أبرياء بيدفعوا ثمن خطأ قذر بين طرفين، كل ذنبهم 2 مجانين، 2 في ساعة شيطان قالوا نتجوز. كفاية التوتر والقلق اللي ممكن تعيشي فيه وهو يعيش فيه، توتر غير عادي. لو ايه وبيبدعوا كمان دلوقتي في الجواز العرفي بحجة ان الجواز قبول وايجاب، اللي على الفيسبوك واللي على سيديهاية واللي ورقتين بيننا وبين بعض، افتكاسات. لقوا الجديد بالدم مع بعض، يختلط الدم يبقى اتجوزنا. محامي راحت له واحدة عشان تثبت طلاق، هي دلوقتي اتجوزت واحد بعد ما قضى معاها أيامه، تمام، اختفى، أصبحت زوجة مش عارفة تعمل ايه. راحت المحامي بتشتكي له، بتقول له أنا عايزة أتطلق، أنا متجوزة عرفي. قال لها هاتي ورقة الجواز العرفي، تدي له سيديهاية. سيديهاية ما تكلمين فيها أنا بحبك هتجوزك. قالت له أنا بحبك هتجوزك، يلا. والله لو في فيلم هندي ما هنصدقه، لو في فيلم هندي مش هنصدقه. الأخطر الجواز عن طريق النت. الله، أتعرف على واحدة على النت، هوبا نحب بعض، هوبا عايز أتجوزك. على الكيبورد بيكتبوا قسيمة جوازهم العرفي. والله حصل، والكلام ده موجود على السوشيال ميديا. ويوم واثنين وثلاثة وتدفع هي الثمن، بس بتدفع أكبر ثمن، حياتها، مستقبلها، كرامتها، كرامة أهلها. اصحوا بقى، اصحوا. الموضوع مش شهوة حيوانية، فأنت بتدمر أسرة وبنت. تضحك على نفسك ولا عليها ولا على ربنا سبحانه وتعالى؟ تلك حدود الله، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تستنجزوا رصيدكم من الستر، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. الزواج رباط مقدس، مش اتوبيس نقل عام. الزواج سكن وسكينة، مش صفقة وتجارة. الزواج منظومة حضارية، مش مسابقة خضعات. قوموا أنفسكم قبل أن يقومكم الإله. قوموا أنفسكم قبل أن يقومكم الإله. جملة جميلة يا مولاي، أتمنى إن كل واحد يسمعها يعمل بيها. لو فكرنا بس لحظات قبل الكارثة يمكن ما تحصلش كارثة. زي ما قلنا ان الجواز العرفي مش قاصر على الفقير دلوقتي اللي عايز يتجوز عرفي عشان قلة الإمكانيات. الأقصى على النفس اللي معاهم فلوس، اللي واخدينهم لعبة بفلوسي هتجوز واحدة واثنين وثلاثة، مفيش ضمير، متعة زائلة ملهاش أي لازمة ومش مهم، بدل بدفع الثمن. فاهمة يعني إيه بيدفع الثمن؟ فاهمة أنت وصلتي لإيه؟ اللي اسمك اتجوزتي عرفي. هو كمان وصل إيه؟ هو كمان وصل إيه؟ ما ينفعش نتكلم عليه أساسا. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه. اتقوا الله. اتقوا الله في بنات الناس، اتقوا الله في أنفسكم. يا نور انت أم، لا قدر الله إحساس كل أم ممكن يكون إيه؟ صعب. لمجرد إنها أو أب، أنا أب يعني بالبلدي كده، ربنا ما يوريهاش لحد. أتمنى تكونوا استفدتوا من كلام اللي قلناه، أتمنى نكون فدناكم، وأتمنى ربنا يبعد الشر عن كل بيت في بيت أو في وعي.
تحياتي ياسر سيف. تحياتي نور دراسة.